النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء. سيدنا إبراهيم اتولد في مدينة بابل بالعراق. تمام. أبوه كان اسمه آزر. آزر ده كان بيصنع هو الأصنام، كان بيصنعها من الخشب، وكان كمان بينحتها من الحجارة. تمام. سيدنا إبراهيم كان ضد عبادة الأصنام وكان رافضها تماما. أول حاجة، سيدنا إبراهيم كان أبوه قال له مرة روح بيع أصنام وكده. راح سيدنا إبراهيم قال مين اللي يشتري الأصنام لا تنفع ولا تضر، وكان بيرفض عبادة الأصنام. فسيدنا إبراهيم ربنا أمره إن هو يدعو الناس إن هم يتركوا عبادة الأصنام. فقعد يدعي الناس كتير جدا إن هم يتركوا عبادة الأصنام ويحسهم إن هم يبعدوا ده ضلال وإن هو شرك. بس كان قومه مستمرين على ذلك، وكان في عهد سيدنا إبراهيم كان في عهده النمرود من الجبارين في الأرض. تمام. سيدنا إبراهيم لقبه أبو الأنبياء. ليه أبو الأنبياء؟ لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام معظم ذريته من الأنبياء. يعني الأنبياء دي اللي مذكورة في القرآن دي من ذريته. تمام كده، عشان كده احنا بنقول أبو الأنبياء لأنهم كلهم من ذريته، اللي مذكورين في القرآن معظمهم من ذريته. تمام. سيدنا إبراهيم كان بيدعي قومه، وكان على أيامه هو النمرود. ده كان جبار في الأرض، طغى في الأرض 400 سنة، وربنا عاقبه 400 سنة ببعوضة. فكان سيدنا إبراهيم في الوقت ده وهو قاعد يعني راح ياخد أكل من عند النمرود. فالنمرود كان من عادته إن هو يقول للناس، يعني زي ما يكون بيذلهم كده، من ربي؟ يقول له أنت من ربك؟ يقول له رب النمرود. فراح جه بقى لسيدنا إبراهيم بيقول له من ربك؟ قال له ربي الله. فالتاني استغرب قوي، انت مين اللي بيقول كده وليه بتعمل كده؟ فطبعا جمع الناس وخد سيدنا إبراهيم وراح حدفوه في النار. تمام. ساعتها في الوقت ده سيدنا إبراهيم عليه السلام جاله مين؟ جاله سيدنا جبريل وقال له إن أنت عايز حاجة؟ قال له فمنك أنت